هذه الأقجع بوسام العرش من درجة قائد. إذن الملك محمد السادس يستقبل مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أدائهم المتميز. كما استقبل كذلك السيد وليد الرقراقي مدرب المنتخب المغربي والسيدة والدته كذلك في هذا الاعتراف الثاني. نلاحظ مباشرة أنه يقلد السيد وليد الرقراقي بوسام العرش كذلك من درجة قائد مدرب المنتخب الوطني الذي أرسل الكثير من الحرب في الصحافة الوطنية والإقليمية والدولية بعد الإنجاز الذي حققه مع المنتخب المغربي. وهذا الاستقبال والتوشيح يعكس العناية السامية التي مفتئها جلالة الملك يحيط بها الشباب، وهذا الاهتمام الخاص الذي يوليه لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. ويأتي دائما هذا الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ دور نصف نهائي في مونديال قطر. كما وشح جلالة الملك بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني. الآن نشاهد توشيح حارس المرمى المتألق ياسين بونو الذي كان سدا منيعا ضد كرة أعداء المنتخبات. كذلك توشيح بقية اللاعبين أشرف حكيمي، ونشاهد كذلك السيدة والدته التي صنعت كذلك عناوين بعض الصحف، ونشاهد هذه الصور المباشرة مع عبد الله لهذه الفرحة العارمة التي نحسها جميعا بفخرنا بهذا المنتخب المغربي الذي كان مفخرة كذلك للمنتخبات العربية والإفريقية في أول وصول مشرف إلى المربع الذهبي، مربع الكبار في كرة القدم الدولي. كذلك اللاعب النصراوي يحظى بهذا الاستقبال الملكي والتوشيح بعد أدائه الباهر، كذلك هو من الأسماء اللامعة واللاعبين الكبار الذين تألقوا في مختلف أطوار المنافسات في مونديال قطر. كذلك لاعب مرابط من أكثر الأسماء التي تألقت في المونديال وأكثر الأسماء التي يعني أثارت اهتماما واسعا في مختلف الفرق العالمية التي ترغب الآن في توقيع عليه والاحتراف مع كذلك لاعب مرابط تميز كثيرا في مونديال قطر. نذكر أن صاحب الجلالة أصدر تعليماته الثانية كذلك من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه في هذا المحفل الدولي. صحيح، أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية. يتواصل استقبال اللاعبين من طرف جلالة الملك وولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد في استقبال النخبة الوطنية التي رسمت أداء بارزا في مونديال قطر. حكيم زياش صانع أفراح المنتخب المغربي وإفريقيا والعرب كذلك كان أناحي كذلك من أكثر الأسماء التي تألقت. صراحة هم كلهم نجوم لاعبي المنتخب الوطني بدون استثناء بصموا هذه البصمة التي لن تنسى في تاريخ كرة القدم المغربية. وهذا الاحتفال الكبير والاستقبال الملكي الباهر يعكس هذه العناية. ولاعب أيضا محمد الله كذلك الآن في التتويج في هذا الاستقبال الملكي. كذلك حضور أمهات اللاعبين زميل عبد الله الأحمد، وهو اعتراف للأمهات اللواتي وإن عشنا خارج الوطن إلى أنهن علمنا أولادهن حب الوطن والتضحية، وعندما يأتي وقت الاختيار يختارون دائما المملكة المغربية لتمثيلها في المحافل الدولية. نعم، كان من اللافت هذه الصورة الأنيقة لأمهات اللاعبين المغاربة في مونديال قطر وفي كل
لقاء للمنتخب تشاهد لاعبين وهم يصعدون المدرجات، أول من يسلمون عليه والداتهم. هذه التربية المغربية وهذه التربية الحقيقية. لاعب صبيري كذلك. كذلك اللاعب الأحمدي كذلك كان يتلقى التوشيح الملكي عبد الله، ونحن نشاهد هذه الصور العرسان بما أنجزوه. نستحضر كذلك الأوقات التاريخية التي عشناها والفرحة والفخر الذي أحسناه جميعا، ونحن نتابع تألق المنتخب المغربي في المحافل الدولية. هو يوم تاريخي للمملكة المغربية ولإفريقيا والعرب. هذا كذلك زكريا أبو خلال مع السيدة والدته وهو يتسلم التوشيح الملكي. العرش من درجة ضابط، يعني كل اللاعبين سيوشحون بهذا وسام العرش من درجة ضابط. اللاعب أمين الله كذلك يتلقى توشيحا ملكيا. عبد الله، هذه يوم تاريخية نعيشها عبد الله، ونحن نستحضر هذا الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب. كذلك الزغلول يتقدم للسلام والدته على الملك محمد السادس وهو يوشح الآن. أيضا كانت مشاركته أيضا في المنتخب المغربي في مونديال قطر من الأسماء اللامعة كذلك المحترفة في أوروبا. اللاعب وفاء غني عن كل تعريف، كان صانع ألعاب المنتخب المغربي في كأس العالم، وأيضا من نجوم المنتخب الذين أدوا أداء باهرا، ويعني كان لهم فضل صراحة ورفقة مجموعة من اللاعبين في واليميق كذلك عبد الله. اليميق كذلك لاعب مميز جدا ذو مهارات عالية، شاهدناه في كثير من المباريات. لاعب مهم جدا في المنتخب المغربي. نصيري الذي تألق خارج المغرب وفي داخل المغرب، وكانت له فرصة سانحة ليعود بقوة صاحب الارتقاء التاريخي الذي نفخر به أمام البرتغال. صحيح، لاعب نصيري صانع الأهداف، قناص الأهداف، كان أداؤه مميزا في أشرف داري كذلك حاضرا عبد الله مع السيدة والدته كذلك. نعم، كان هدفا مميزا أيضا، سجل الهدف بعد أن عوض اللاعب سايس كذلك الذي كان أداؤه مميزا. الشديرة من الأسماء أيضا التي اختارها الناخب الوطني وليد الركراكي لتمثيل المغرب في مونديال قطر. والدته كذلك تحظى بهذا التتويج والاستقبال الملكي، كلهم نجوم. كذلك حاضر في هذا أحمد رضا التقنوتي، وللتذكير فهو خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، من الأسماء اللامعة في المنتخب الوطني التي تألقت في مونديال قطر. الآن أيضا أعتقد أنه بلال الخنوس الذي كانت مشاركته في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الكرواتي. بانون كذلك حاضر في هذا التوشيح مع السيدة وبانون أثار إعجاب الصحافة الوطنية والدولية والمدربين، وسمعنا هذا الإطراء الذي حصل عليه بفضل تميزه كلاعب شاب انتزع بطاقة المشاركة وأدى أحسن أداء. أيضا اللاعب يحيى عطية الله من الأسماء البارزة في المنتخب المغربي، وكان أداؤه حقيقة هو الآخر رائع. كل اللاعبين أداؤهم كان رائع ومميز. أمس يحيى شكرا كذلك حاضر في هذا التوشيح مع السيدة والدته.
أمس كان هناك تصريح أيضا لرئيس الفيفا جاني انفانتينو الذي أشاد كثيرا بأداء المنتخب المغربي. توقف عند أداء ال4 كرات في نصف النهاية وتحدث كثيرا وأشاد بأداء المنتخب المغربي في مونديال قطر، هذه المشاركة التي لن تنسى في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. أيضا في ختام هذا التوشيح وهذا الاستقبال هناك أيضا اللاعبون المنتخب المغربي يأخذون الصورة التذكارية رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس ولي العهد، وأيضا أمير مولاي رشيد في هذه الصورة التي لن تنسى في ذاكرة الذاكرة الوطنية الجماعية، صورة الانتصار والتتويج ولعب نصف النهاية في أول أداء وإنجاز من نوعه في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. وتلتحق كذلك السيدات ووالدات اللاعبين الذين أبلوا البلاء الحسن في هذه التظاهرة الدولية بهذه الصورة التذكارية التي ستبقى للتاريخ. هؤلاء سيرون الكثير عبد الله لأحفادهم هذا الإنجاز التاريخي الذي فرح به العرب والأفارقة كذلك في أول بلوغ لمربع ذهبي في كرة القدم الدولية. قطر كانت وجه خير علينا عبد الله. انظري جوري هذه الصورة الرائعة، صورة هذا الاستقبال البديع والفخم لأعضاء المنتخب الوطني ولأمهاتهم. انظري إلى هذه الفرحة، هي فرحة كل المغاربة، ويعني هذا الاستقبال العظيم الذي حظي به المنتخب المغربي منذ وصوله إلى مطار الرباط سلا ومرورا بشوارع سلا والرباط، كلها احتفالات. هي تتوج بهذا الاستقبال الملكي الرائع. هذه فرحة على محيا الأمهات، يا لها من فرحة، يا له من استقبال جوها. والتضحية والانتماء للوطن. وقدم أعضاء الفريق الوطني تذكارات كما نشاهد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعبيرا عن امتنانهم لجلالته على الدعم الذي قدمه لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية وبعد هذه المنافسة العالمية. وهذه الصور التذكارية التي نتابعها على قناة ميديا تي في التي الحاضرة بقوة في هذا الحدث التاريخي الذي سنتذكر طويلا عبد الله، والذي صنع فرحتنا طيلة أسابيع ونحن نتابع منافسات. الذي قدم به العهد المغربي دور على الركراكي مدرب المنتخب الوطني، أيضا صورة تذكارية بكأس العالم. كذلك اللاعب الآن رومان سايس يتقدم أمام يدي الملك محمد السادس. هذه التذكارات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يرعى الشباب وكرة القدم والرياضة، ويكون دائما السباق إلى تهنئة اللاعبين والطاقم الإداري والتقني للإنجازات التي تحقق. اليوم نحتفي بإنجاز المنتخب المغربي في كرة القدم في منافسات كأس العالم، ولكن هي مناسبة كذلك لنذكر أن الرياضة المغربية عبد الله حققت الكثير في السنوات الأخيرة، سواء هذا قميص الفريق الوطني الذي احتفينا به واحتفى به العالم جميعا. نذكر عبد الله أن كرة القدم المغربية تحقق الكثير سواء داخل القاعة أو كرة القدم النسوية أو في ألعاب القوى أو كذلك في من ذوي الاحتياجات الخاصة. لا ننساهم في هذه الذكرى وهم يحققون هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى الطفرة التنموية
والدبلوماسية والمكاسب السياسية التي تحققها المملكة داخل الوطن وخارج الوطن. وهذا الصيت العالمي طريق النجاح واضح دائما، طريق النجاح دائما محفوف بالاجتهاد، بالإصرار، بالإيمان بقدرتنا في أن نحقق ما نبتغيه، وبالثقة في اللاعب الوطني والناخب الوطني كذلك. لا زالت هذه الصور تردنا من العاصمة الرباط وأجواء الاحتفال الملكي بالنخبة الوطنية التي تألقت في مونديال قطر، من استقبال ملكي بأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أدائهم المتميز في كأس العالم في قطر. هذا الاستقبال يعني يعكس العناية السامية التي نفذها الملك محمد السادس رعيت بها الشباب، وهذا الاهتمام الذي يوليه لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. مع الصور كذلك هذه توثق عبد الله لهذا الفخر بالأرض، الفخر كذلك بالأم التي تربي وتعطي المبادئ الأولى وتزرع في ابنها حب الوطن، والوطن الذي يحترف كذلك بمؤهلات شبابه. هي صور تذكارية جميلة ستبقى في الذاكرة طويلا، سنحكيها طويلا وسنشاهدها اليوم وغدا في الصحافة الوطنية والدولية. هو احتفاء كبير بما أنتجه وما أنجزه المنتخب الوطني في هذا العرس. صحيح جواد، إذا كانت هذه هي أجواء الاستقبال الذي حظي به أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أدائهم الماهر والمشرف في كأس العالم في مونديال قطر. تابعنا ومنذ 5 مساء رفقة الزملاء هذا الاستقبال مباشرة من وصولهم لمطار الرباط. كان ساحات وشوارع سلا والرباط قد شهدت اصطفاف حشود جماهيرية غفيرة لاستقبال المنتخب المغربي من الدوحة بعد مشاركته وإنجازاته في مونديال قطر. واحتل المنتخب الوطني المرتبة الرابعة في إنجاز تاريخي غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي. طائرة المنتخب المغربي حطت في مطار الرباط سلا في حدود الساعة 5:10 مساء، حيث أقلت حافلة مكشوف المنتخب على طول الطريق بين المطار والقصر الملكي بالرباط، مرورا بالعشرات من الشوارع والساحات في مدينتي سلا والرباط. الملك محمد السادس أصدر تعليماته لتخصيص استقبال للمنتخب المغربي في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر. حظي المنتخب الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير فور وصوله إلى مطار رباط سلا، مرورا بشوارع حسن الثاني، ساحة 16 نوفمبر، وساحة شلة، وساحة الملك حسين، ثم